السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ازيكم يا أحلى متابعين في الدنيا، عاملين إيه؟ يا رب تكونوا بخير. وحشتونا جدا جدا من آخر فيديو كنا مع بعض فيه. النهارده راجع لكم فيديو جديد، هنعمل مع بعض بسكوت البسكريم، حاجة كده جميلة جدا زي ما انتم شايفين كده. وعملنا برضو بحشو الشوكولاتة بطريقة سهلة وبسيطة، ومقادير موجودة في كل بيت. البسكوتة دايبة كأنك بتاكلي بطفور الغريبة، حاجة جميلة جدا. أتمنى تجربوها وتقولوا لي إيه رأيكم في الكومنتات. يلا بينا نقول بسم الله الرحمن الرحيم كده ونشوف مقاديرنا. معايا هنا كوبايتين ونص من الدقيق منخولين كويس جدا، وهناخد عليهم معلقه صغيره كده من البيكنج باودر، كوبايه الا ربع من السكر البودر، كوبايه الا ربع من السمنه المثلجه، تلت كوبايه من الزيت، بيضه بدرجه حراره المطبخ، معلقه كبيره من النشا، ومعلقه كبيره من الكاكاو الخام. وطبعا معانا بيض، لازم يكون معانا فانيليا. وطبعا برضو معيار الدقيق من نفس الكوبايه اللي معايره بيها السمنه والسكر. اول حاجه كده هجيب البوله وانزل فيها بالسمنه بتاعتي، طبعا دي سمنه مثلجه، ولو حابه تستبدليها بالزبده براحتك انتي، بس هي بالسمنه بسم الله ما شاء الله كان طالع جميل جدا. كده نزلنا السمنه في قلب البوله، هبدا انزل عليهم برضو بكوبايه الا ربع من السكر البودر، او ممكن تستبدلوهم بالسكر العادي بس هياخد منك شويه على ما يدوب مع السمنه. وهبدا بالمعلقه كده ادوبهم مع بعض لحد القوام بتاعهم ما يفتح خالص. طبعا ما رضتش استعمل هنا المضرب السلك، لان طبعا السمنه هتفضل تدخل فيه مع السكر وهتضايقك وانت بتشتغلي. فالاحسن ان انت تقلبيهم كده بالمعلقه، سهله جدا وما بتاخدش وقت خالص زي ما انتم شايفين كده. اول ما القوام بتاعك يفتح بالشكل ده ودرجه اللون بتاعته فاتحه وكريمي بالشكل ده، اكون بقى محضره معايا هنا برضو تلت كوبايه كده من الزيت. اهم حاجه الزيت ما يكونش له ريحه. هبدأ برضو انزلها كده مع السكر والسمنة واقلبهم مع بعض لحد الزيت ما يختفي خالص مع المكونات التانية بالشكل ده. اول الزيت ما يختفي خالص بنزل ببيضة بدرجة حرارة المطبخ، اهم حاجة تكون مخرجاها قبل منها بفترة من التلاجة عشان ما تفصلكيش السمنة عن بقية المكونات. وهحط حوالي معلقة صغيرة كده ممسوحة من الفانيليا، السايلة او العادية على حسب المتوفر عندك. وهنبدأ برضو نقلبها كده بالشكل ده لحد ما تختفي خالص مع بقية المكونات. تمام كده. هنا بقى كوبايتين ونص من الدقيق، هبدأ اخد منهم اول كوباية كده، وزي ما قلت لك دي من نفس معيار كوباية السمنة والسكر، يعني كوباية الشاي العادية. وهنزل عليهم بمعلقة كبيرة من النشا، والنشا دي طبعا فايدتها ان هي بتنعم البسكوتة معاكي، وذرة بسيطة كده من الملح. هنبدأ نقلبهم. طبعا في المرحلة دي بتقلبي بالراحة جدا عشان البسكوت ما بيتعجنش، وعشان ما يفصلش معاكي كمان السمنة عن بقية المكونات بالشكل ده. بس طبعا عشان الفيديو مسرعاه فبيتهيألك ان انا بقلب بسرعة، يعني تقلبي في المرحلة دي بالراحة جدا، مجرد تقليب بس البسكوت ما بيتعجنش زي ما احنا عارفين كلنا. هنا بعد ما تشرب الدقيق هنزل برضو بحوالي كوباية تانية من الدقيق، وعليهم معلقة صغيرة كده ممسوحة من البيكنج باودر، معلقة صغيرة ممسوحة بس عشان ما يفرش معاكي البسكوت اول ما يدخل الفرن. وهبدأ اقلب برضو لحد ما الدقيق يختفي مع بقية المكونات بالشكل ده. طبعا هنا برضو العجينة بتاعتي لسه محتاجة دقيق، ففي المرحلة دي يعني هبدأ اقسم العجينة كده نصين، هاخد نص منهم كده، حاولي توازي ايدك وتقسميها بالنص بالظبط. هحطه في بولة تانية، ده طبعا اللي هنعمله بالشوكولاتة. والنص التاني هزود عليه معلقة كبيرة كده من الدقيق، وهبدأ اقلب لحد ما يختفي خالص. طبعا هنا هقلب بايدي عشان اتحكم في العجينة اللي انا عاوزاها، برضو مجرد تقليب بس لحد ما يشرب الدقيق. هبدأ اقلب كده واشوف لو كانت محتاجة معايا دقيق تاني او لا. طبعا الدقيق يختلف عن بعضه بالشكل ده. واخد كده كرة واشوف اذا كانت لسه محتاجة دقيق، بزود معلقة تانية. طبعا حسيت برضو ان هي لسه محتاجة دقيق فاحط معلقة كبيرة تانية كده من الدقيق، وهبدأ اقلب فيهم بالشكل ده. وهاخد كرة كده واكورها بين ايديا واضغط عليها ضغطة بسيطة جدا كده. طبعا زي ما انتم شايفين ما شققتش، يعني لا هي كده استكفت من الدقيق. طبعا هحطها في التلاجة لمدة 5 دقايق لحد ما احضر النص التاني بتاع الشوكولاتة.
جبت النص التاني كده واحط عليه حوالي معلقه كبيره من الكاكاو الخام، او ممكن تستبدليه بالكاكاو العادي اللي فيه سكر، بس هتزوده طبعا علشان يديك اللون بتاع الشوكولاته. وهبدا اقلب كده لحد برضو ما يتكون معايا عجينه كده متماسكه، وهاخدها برضو منها جزء كده واضغط عليه. لو ما شققتش يبقى كده استكفت معايا. يعني كده مجموع الدقيق اللي احنا استخدمناه حوالي 2.5 كوب، الا معلقه كبيره او معلقتين كبار. وطبعا برضو الدقيق يختلف عن بعضه. هشيلهم كده بقى في التلاجة لمدة 5 دقايق، وبعد كده هبدأ اشتغل فيهم. اول حاجة كده طلعت اللي انا كنت عيناه في التلاجة، هبدأ اكورها كده كور صغيرة جدا. طبعا ايدك ميزانك بالشكل ده، تحاولي تخلي الكور كلها مقاس واحد. طبعا بتخليها كرة صغيرة خالص بالشكل اللي انتوا شايفين مع بعض ده. هنا بقى بعد ما كورت عجينة الفانيليا بالشكل ده، هسيبها كده على جنب، واجيب برضو عجينة الشوكولاتة وهبدأ اكورها بنفس حجم الكور اللي انا كورت بيها بسكوت الفانيليا. اهم حاجة بس توازي ايدك عشان ما يطلعش واحدة كبيرة منك وواحدة صغيرة. هنا برضو بعد ما خلصت تكوير الشوكولاتة وعجينة الفانيليا، معايا هنا دي شوكولاتة خام كده مسيحاها وحطها في كيس من الحلواني، وعملت منها قطع من الشوكولاتة صغيرة كده، وممكن تستبدليهم بشوكولاتة شيبس لو حابة. هنبتدي بقى نشكل مع بعض. هجيب كرة كده من البيضة وهحطها. طبعا لازم برضو تلفيها بين ايديكي كده، لان طبعا اخدت تشميعة من الهواء، فانت كده بتلينيها. وبرضو كرة من البيضة وكرة من الشوكولاتة، يعني هحط 3 كور من البيض و3 كور من الشوكولاتة بالشكل اللي احنا شايفين مع بعض ده. اهم حاجة بس تلفيها لفة بسيطة كده بين ايديكي، وهنبدأ نقربهم من بعض كده بالشكل ده بالراحة جدا. ضغطة بسيطة كده بصبعك من النص، وبتحطي قطعة كده من الشوكولاتة، وهتبدأي تقفلي عليها كويس جدا عشان طبعا ما يطلعش منك في الفرن. بين ايدك بقى بتبدأي تلفي لفة بسيطة جدا لحد الشكل ما يظبط معاكي بالشكل ده، وتضغط عليها كده ضغطة بسيطة. يكون معاكي صينية مش مدهونة اي حاجة خالص، هي فيها كمية سمنة وزيت كافيين جدا، وبتبدأي تحطي البسكوت بتاعك وبتسيبي فرق بين واحدة وواحدة عشان طبعا حجمه برضو بيزيد شوية في الفرن. هناخد برضو كرة كده من البيضة ونلفها بين ايدينا، وبرضو كرة من الشوكولاتة ونلفها كده. 3 من الكرة دي و3 من الكرة دي، وهتبدأي برضو ترصهم على شكل وردة بالشكل ده، وهتبدأي تلمهم على بعض كده. طريقته سهلة جدا، ما بتاخدش وقت خالص، وبتعملي كمية حلوة جدا من 2.5 كوب من الدقيق. بصبعك كده بتضغطي في النص وبتحطي قطعة من الشوكولاتة، وهتبدأي برضو تقفلي عليها كده، وبرضو بين ايديكي كده بتلفي بالراحة لحد ما يظبط معاكي شكل البسكوت. تضغطي ضغطة بسيطة وبتحطها في الصينية بتاعتك. هنا عملت برضو واحدة كمان، لفيت 3 كور مع بعض مع 3 كور من بتوع الشوكولاتة، وهبدأ افتح كده في النص واحط قطعة من الشوكولاتة. وانت طبعا لو حابة تعمليه سادة من غير اي شوكولاتة براحتك انتي، وبرضو بيطلع جميل جدا. بالراحة جدا بتلفي الكورة بين ايديكي بالشكل ده لحد الشكل بتاع البسكوتة ما يظبط معاكي. تمام كده. هنا بقى بعد ما خلصت الكمية، بسم الله ما شاء الله، عمل معانا كمية حلوة جدا. كنت أول ما ابتديت أشتغل في البسكوت أشكل فيه، كنت مشغلة الفرن على درجة حرارة 200. طبعا لازم يخش على فرن سخن. هدخلهم على الشواية بتاعة الفرن، على الشبكة بتاعة الفرن، طبعا ياخدوا اللون من تحت، وأطلعه ما بفتحش الشواية خالص. هو كده لونه ممتاز بسم الله ما شاء الله. أول ما بياخد اللون الذهبي كده من تحت بطلعه من الفرن. طبعا هو كان لسه طالع على طول. أول ما بيطلع من الفرن كده بتحركي البسكوتة من مكانها عشان ما تلزقش معاكي في الصينية ويبقى صعب إن انت تطلعيها. زي ما انتم شايفين البسكوته بسم الله ما شاء الله لا مشققه ولا اي حاجه في الدنيا. هنا بقى بعد ما فضيته كده في الطبق حاجه بسم الله ما شاء الله. اتمنى تجربوه وتقولوا لي ايه رايكم، واتمنى اللي معاه جديد في القناه ينورني بالاشتراك فيها وتفعيل زر الجرس على كلمه الكل. وما تنسونيش بقى في لايكات كتير عشان اللايك اللي برفع الفيديو. وهنا بقى هفتح لكم كده البسكوته تشوفوها من جوه بسم الله ما شاء الله جميله جدا. والبسكوته نفسها كده دايبه حاجه كده تدوب في البق بسم الله ما شاء الله.
طبعا حابة أشكر كل الناس اللي سألت عليا في غيابي، وأشوفكم في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.